مش كل الأفكار اللي كبرنا عليها بريئة، بعضها بيشكل حياتنا بالكامل. تقريبا معظمنا كبرنا على حكايات الأميرات والأمير اللي بيجي على حصان أبيض وينقذ البطلة. بس يا ترى الحكايات دي ممكن تكون بتلعب في أحلامنا بطريقة مش صحية خالص؟ خلينا نبدأ من هنا، من المقولة العميقة دي، بإن كل واحد فينا بشكل أو بآخر حياته كلها بتتشكل حوالين فكرة معينة. الفكرة دي ممكن تكون بتتحكم فينا من غير ما ناخد بالنا خالص. يعني مثلا لو حد اتربى على فكرة إن النجاح هو الفلوس وبس، غالبا هيلاقي نفسه طول عمره بيجري ورا الفلوس وسايب حاجات تانية ممكن تكون أهم بكتير. الفكرة دي هي اللي بتوجه قراراتنا، وللأسف ممكن تحدد مصيرنا كله. وهنا هنسأل سؤال مهم بيخبط فينا كلنا. لو فكرنا كده لحظة، يا ترى إيه هي الفكرة اللي ممكن تكون مسيطرة على حياتنا دلوقتي، سواء بقى كنا واعيين بيها أو لأ؟ غالباً في فكرة أساسية هي اللي بتحركنا كلنا، والفكرة دي مش مجرد فكرة عابرة، لأ، دي فكرة ممكن تبقى قوية لدرجة إنها تتحول لمحور الحياة كلها. وده اللي هنشوفه بالتفصيل في الجزء اللي جاي. طيب إيه هي الفكرة اللي هنركز عليها؟ هي فكرة إن الجواز ده شيء إلزامي. تخيلوا بس حجم الضغط النفسي اللي بيتحط على بنت وهي بتتربى على إن ده هو هدفها الأوحد في الحياة، مش اختيار من ضمن اختيارات كتير، لأ، ده كأنه مسار إجباري لازم تمشي فيه، وكأن قيمتها كإنسانة كلها على بعضها مرتبطة بتحقيق الهدف ده وبس. والتركيز الشديد ده على الجواز كهدف وحيد في الحياة بيخلق وهم كبير قوي، وهنا هنسميه أحلام سندريلا. تعالوا كده نفصص الوهم ده ونفهمه أكتر. طيب إيه هي بالظبط أحلام سندريلا دي؟ ببساطة هي الإيمان الأعمى بفكرة فارس الأحلام اللي هيظهر فجأة يحل كل المشاكل بلمسة سحرية وياخد البنت دي لحياة وردية مثالية من غير أي مشاكل. طبعاً الكلام ده حلو قوي، بس للأسف غالباً مش بنشوفه غير في الحواديت والأفلام. وللأسف نتيجة الفكرة دي كارثة حقيقية. طب ليه؟ أولاً، الجواز بيفقد معناه تماماً، وبيتحول من اختيار واعي مبني على مشاعر حقيقية لواجب مفروض وخلاص. تاني حاجة، بيتلغي تماماً مفهوم إن ده اختيار فردي حقيقي. تالت حاجة، ودي يمكن الأخطر، بتتخلق توقعات خيالية عن الشريك وعن الحياة، توقعات مستحيل أي بني آدم يقدر يحققها. وفي الآخر الشخص نفسه بينسى يسأل نفسه هو أصلاً محتاج إيه بجد من العلاقة دي. بس للأسف الموضوع مش بيقف عند هنا وبس، المشكلة بتاخد منحنى أخطر بكتير لما الجواز نفسه يتحول لوسيلة هروب. وهنا بقى لازم نقف لحظة علشان نوضح نقطة مهمة جداً. أنا مش بهاجم فكرة الجواز نفسها، يعني النقد هنا مش ضد مؤسسة الزواج. التحذير كله من إننا نحول الجواز ده لمجرد كوبري بنعدي عليه علشان نهرب من مشاكلنا، أو نهرب من واقع مش عاجبنا، أو حتى نهرب من نفسنا. والسلايد دي بتلخص الفرق كله. بصوا على اليمين، الشراكة الحقيقية دي اختيار واعي مبني على الواقع وبيلبي احتياجات الطرفين. لكن شوفوا على الشمال، الجواز كوسيلة للهروب، مجرد روتين بنمشيه وخلاص، كوبري بنعدي عليه، أو محطة بنستنى فيها أحلامنا تتحقق لوحدها. الفرق بين الاتنين شاسع طبعاً. فالجواز مش مصباح علاء الدين، يعني مش هو الأداة السحرية اللي أول ما نفركها كل مشاكلنا هتختفي وكل أحلامنا هتتحقق في اللحظة. الاعتقاد ده هو بالظبط أصل الوهم كله. طيب، بعد ما شفنا حجم المشكلة دي كلها، ممكن نحس بإحباط، لكن الخبر الكويس إننا مش هنسيب المشكلة كده ونمشي. بالعكس، في حل هينقلنا من حالة الانتظار السلبي لحالة الاعتماد الإيجابي على النفس. الرسالة هنا واضحة ومباشرة جدا. ما تستنوش السعادة تيجي من بره، اصنعوها بنفسكم. ما تأجلوش طموحاتكم وأحلامكم، حققوها دلوقتي. حياتكم دي ملككم، مش محطة انتظار لشخص معين أو حدث معين. وفي النهاية، وبعد كل التحليل ده،
هنسأل سؤال مهم جدا هيغير نظرتنا شوية للموضوع. الواقع بيقول إن في احتمالات كتيرة قوي. فارس الأحلام ده ممكن أصلاً ما يظهرش خالص، وممكن يظهر بس نكتشف إنه مختلف تماماً عن الصورة الوردية اللي كنا رسمناها في خيالنا. وطبعاً ممكن فعلاً يجي زي ما بنتمنى، لكن الكارثة الحقيقية هي إننا نبني حياتنا كلها على احتمال واحد بس من ضمن كل دول. وهنا هنيجي للسؤال الجوهري الأخير: بغض النظر عن كل الاحتمالات دي، ليه أصلاً ننتظر من الأساس؟ ليه نعلق سعادتنا وتحقيق ذاتنا على شيء في المستقبل ممكن يحصل وممكن لأ؟ السؤال ده لازم كل واحد فينا يعيد التفكير في أولوياته وفي مصدر سعادته الحقيقي.